ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم النهارده كبد وقوانص. كبد وقوانص وده خل وده ايه؟ ملح وده ايه؟ توم توم وكمون وكمون فلفل اسود ده ايه؟ بابريكا وده ايه بقى؟ توم. النهارده هنعمل وصفة جميلة أوي. طبعا شوف احنا هنعمل ايه. يلا لايك وفعلوا زر الجرس واعملوا لايكات كتير عشان وبعد المقدمه الحلوه دي لازم طبعا كله يحط لايك. معايا حوالي كيلو الا ربع من الكبد والقناصه مغسوله كويس جدا ومشطوفه ومتصفيه من اي ميه فيها، ومعايا 4-5 فصوص من الثوم، ومعايا شويه من الكمون والبابريكا والفلفل الاسود والملح وشويه من البابريكا ونقطه من الخل ونص معلقه من فروت البرتقال وده اختياري، ونقطه من الخل كده بسيطه وعصره من الليمونه، وقلبتها في بعضها وحطيتها في كيس وعنتها في التلاجة لتاني يوم عشان نعمل منها الغدا بتاع بكره ان شاء الله. وقبل ما احطها في التلاجة حطيت عليها بقطين من الزيت، وبعدين قلبتها كويس جدا. واهم حاجه ان انت تغطيها لان طبعا فيها توم ني وفيها توم بودره وفيها توم ني وفيها توم بودره، فما ما تطلعلكيش ريحه من التلاجة وكده. وبعدين بقى تاني يوم ان شاء الله كده صباح الخير، ده انا جانا بالسلامه. طلعتها من التلاجة ومن الكيس اللي انا كنت مغطيها بيه، ودي هي زي ما انتم شايفينها. وبعدين معايا كيلو من لسان العصفور او نص او اللي انت عاوزاه. اديتها تقليبه تاني كده عشان تفرفر في بعضها تاني. وبعدين هروح على البوتاجاز بتاعي وهنشوف بقى هنعمل ايه. معايا حله فيها شويه من الزيت على شويه من السمنه، بلاش زبده عشان ما تحرقش معاك لسان عصفور. احنا هنعمل طاج لسان عصفور بالكبد والقوانص، او لسان عصفور بس وجنبه كبد وقوانص اللي يريحك، بس انا حبيت اعمله كله في طاجن واحد سهل على نفسي وكده. هنعمله بشكل جديد وجميل وان شاء الله هيكون عند حسن ظنكم وهيعجبكم. حطيت حبة من السمنة البلدي على بقعة من الزيت، وبعدين قلبتهم سبتهم بقى يغلوا كويس يعني يتقدحوا يعني. وبعدين نزلت عليهم بكيلو من لسان العصفور، وزي ما قلت لكم الكمية دي تبعكم انتوا تبع رغبتكم زي ما انتوا عاوزين يعني وكده. وعامة الاكلة دي كمان عاوزة تتعمل وتتاكل كده وهي سخنة، بتحس بلذاذتها وبجمالها افضل كمان واحسن كتير. نزلت بقى بكيلو من لسان عصفور، وبعدين معايا طبعا الزبوطه بتاعتي اول معلقه، وايدي ما بيفرقهوش عشان لسان عصفور ده اكتر حاجه بتنحرق بسرعه وخلي بالك يعني وكده. المهم وانا بعمل كده حطيت الكاتل جنبي يغلي ميه، وكان معايا في الطبق محضره في الطبق بصلايه كبيره، ومعايا قرن فلفل الوان لو عندي او احمر او اخضر او كله ميكس مع بعضه. المهم مش كميه مش كتير، وفي نفس الوقت يعني ايه يديكي تست حلو في قلب الاكله بتاعتي. ايدك في لسان العصفور مش هتسيبيه، او لو والنار بتاعتك ما تكونش عاليه قوي وتنيكي تقلبي فيه كده زي ما انت شايفاه. وبعدين في الطبق بتاعي اللي هو في الخضار، في فلفل اخضر وفي فلفل رومي وفي فلفل حامي اللي يريحك، والبصله وفصين من الثوم وجزريه مبشوره او نص جزريه لو الجزريه بتاعتي كبيره. وهنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه. اللون العصفور بتاعي انا غمقته سنه، خليكي انت فتحيه شويه لان هو يغدر بيكي يعني هتحسي كده ان هو خلاص بقى وان انت هتدفع عليه، بس انت عشان لسه بتقلبي فيها يغمق مني. بس هو الحمد لله يعني ما انحرقش ولا حاجه، بس انا كنت حابه لونه يبقى احسن من كده. وعاوزه اقولك ان طريقه لسان عصفور دي ممكن تغنيك عن الرز البسمتي، لان كيلو الرز البسمتي راح في 60 ده بصراحه بقى ب60 جنيه الكيلو. فمين عنده وقت يروح يجيب كيلو رز بسمتي بقى فالواحد بيختصر يعني. المهم هيطلع على فكره معاكي نفس التيست. انا عاوزه اقولك ان كل اللي كلوه فكروه الرز بالخلطه، رز بالكبد والقوانص يعني او رز بالخلطه وكده. المهم الرز بتاعي بقى اصفر كده معايا، قصدي البتاع ده لسان عصفور بدأ ياخد لون معايا هون، بس خلي بالك عشان ما ياخدش لون ولون. هاجي بقى في طاسه جنبي، اي طاسه بقى ألمونيا تيفال اي حاجه اللي تعجبك، هنزل فيها بشويه من الزبده او قطعه من السمنه اللي يريحك اللي عندك واللي انت عاوزه تعملي بيه. هحطها تقدح وعلى النار عاليه، مش عاوزه النار بتاعتي توطى خالص. والكبد والقوانص بتاعتي معايا هسويها لوحدها خالص، مش هدخلها في لسان العصفور. انا حبيت كده، ما حبيتش ان انا اسويها مع لسان العصفور بصراحه. المهم لسان العصفور بتاعي بدأ يحمر كده او بدأ ياخد لون، هفتحه من النص كده واحط نقطة من الزيت وهنزل عليه من فصين من الثوم وهشوح فيهم
لحد ما احس ان ريحه التوم بتاعتي طلعت كده وبقت زي الفل. وبعدين هقوم جايه هقول لكم هنعمل فيه ايه تاني دلوقتي. وفي الطاسه التانية خلي بالكم الزبده بتاعتي قدحت نزلت بالكبد والقوانص بتاعتي، وما بحاولش اقلب فيها كتير عشان ما تفرطش ميه. هي كده كده متبله اصلا وبايته في التتبيله من امبارح فواخده حقها يعني. عاوزه اقولك ان البهارات بتاعت لسان عصفور، فلفل اسود وكمون وفلفل اسود وكمون وملح ولومي وقرنفل وكباب ثاني، ولو عندك لومي، ولو عندك لورا لو اسمه كاري وكركم حطي عليه. او نزلت في فصين التوم اللي انا قلت لكم عليه في النص لحد ما شميت ريحه التوم كده طلعت عليا كده وانا واقفه. وعاوزه اقول لكم كان مديها تست حلوه قوي 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 لحد ما بدات تاخد معايا لون بسيط خالص. وقلبته بقى في لسان العصفور. وبعدين جبت البصلايه اللي انا مقطعاها اهو، بصوا اللون كمان مش باين يعني. هو بقى المفروض ان انتوا تبتدوا قبل كده بشويه، بس يلا يعني عادي مش مشكله، بحيث انه يطلع معاكم فعلا نفس لون الرز البسمتي. نزلت بقى بنص البصلايه بتاعتي ونص الجزرايه ونص قرن الفلفل اللي معايا، وقلبته كله كده زي ما انتوا شايفين. لا وكل ده النار بتاعتي واطيه خالص مش عاليه، عشان لو عالي طبعا كان زمانه انحرق مني. وهتنيني اقلب لحد ما احس ان البصلايه بتاعتي دبلت. هنزل بالبهار بتاعي واقلبه. وحطيت بقى قطعه من الزبده لان انا ما كنتش عارفه احط الزبده في البدايه عشان ما تحرقش من لسان العصفور. والمعلقه التانية في قلب الكبد والقوانص بقى كانت الشماعه، قلبتها تقلبتين. وانا كده كده عليها التوابل وعليها كل حاجه، بس حسيت ان هي عدبه. حطيت لها شويه من الملح. حاضر يا كوكو. حطيت لها شويه من الملح. بصوا الفلفل اسود وملح وكمون وكبابساني وورق لورا، ولو عندك لومي ناشف وكل ده على لسان العصفور. وبعدين نزلت ببقيه الخضار اللي هو البصل والجزر وقرن الفلفل في الطاسه على الكبد والقوانص. وكنت باخد حته بشوفها استوت ولا لا، واخد حته كمان دلوقتي. المهم في لسان العصفور انا عاوزه ادخله الفرن اعمله طاجن وكده. فقمت جايه حطيت كوبايتين مثلا ميه، بس سويته نص سوا. المفروض ان انا هسيبه عالي وبعدين اهدي عليه واسيبه ان هو يستوي بقى مع نفسه وكده. بس انا لا، خليته خد الغلوه بتاعته وطفيت عليه. وبعدين قمت جايه هقول لكم هنعمل في دلوقتي. كده الكبد والقوانص بتاعتي هي بتستوي معايا، المفروض ان هي تستوي سوا كامل نهائي. تقدري تعملي ده لوحده وده لوحده وفي الاخر تقدميهم مع بعض برضو. بصوا لسان العصفور بتاعي زي الفل لحد اخر حبايه كنا بناكلها كانت كل واحده سايبه من التانية، قسما بالله كان طعمه فعلا وهم. اكيد هجربه تاني طبعا، وخاصه ان هي غدا سهل وسريع وكده وحيرة اكله كل يوم. اهو الرز بتاعي اديني كل شويه اقول الرز قد لسان العصفور بتاعي اهو زي الفل. نزلت عليه كمان بنص كوبايه من الميه. وبعدين بقى هنروح على الترابيزه واقول لكم هنعمل ايه. معايا البرام اللي انا هعمل فيه او الطبق او الطاجن او اي حاجه، واحط فيه حته من السمنه. وهقوم جايه حته من السمنه في قلب القعر كده عشان ما تتحرقش مني، وخاصه ان نوع البايركس بتاعي ده مش قد كده، فيجب الحفاظ عليه يعني الحفاظ منه وكده يعني ان انا حافظ منه يعني وكده. وبعدين هنزل بلسان العصفور. وفي حته كده من الواضح ان الكاميرا ما كانتش بتصور وانا بحط لسان العصفور، كنت عاوزه اوريكم جماله. حطيت لسان العصفور بتاعي وبعدين حطيت الكبد والقوانص عليه، وممكن تقلبهم في بعض عادي. وحطيت حوالي نص كوبايه من الميه كمان. انت هتعمليه معامله الرز المصري العادي. ونزلت بورقه السلوفان او لو صينيه مثلا ولها غطا عادي اللي انت عاوزاه. ونزلت بورقه السلوفان وغلفته كويس كده. ما تنسيش نص كوبايه الماء عشان ما يلزقش منك. وبعدين هتدخليه الفرن وهتهدى عليه يعني في الاول كده يبقى عالي 5 دقايق وبعدين هتهدى عليه شويه وكده. ممكن يكون خلص معاكي، بس انا حبيت ان انا اغري عيالي بيه وكده عشان انا ولادي صغيرين وبيذلوني قبل ما بيرضوا ياكلوا حاجه وبتاع. فالمهم قمت جايه جايبه شويه من الجبنه الموتزاريلا كده زي ما انتم شايفين ونازله على الكبده والقنصه ومغطيه وشها. المفروض كميه الجبنه تبقى كتير شويه، بس يلا بقى مش مشكله. ما كنتش عارف ان هي مش هتكون باينه قوي كده يعني. وبعدين دخلتها بس كده تتشمع. بصوا لونه من تحت عامل ازاي وشكله عامل ازاي وكده. كنت طلعته بعد 3 دقايق. قلت جنبه بطاطس ومخلل وقطعنا طماطم وخيار
طماطم بس، قطعنا طماطم ومخلل وبطاطس مقليه، وكنت مقطعه الليمون ده على اساس ان انا هعمل لهم كل واحد طبق كده وهجرنشه ومش عارف ايه. بس في الاخر خدت الاكل كله وخدت له اطباق وعملنا واحنا قاعدين، كل واحد عاوز حاجه عملها وكده. بصوا الرز بتاعي او لسان العصفور بتاعي عامل ازاي، مفرفر كل واحده من واحده. عاوزه اقول لكم كله مدي تيست لبعضه وطعمه زي الفل بجد، بألف انا وشفا اللي كان لي نصيب فيه وكان منه. ودي كان منظر السفرة بتاعتي، بسيطة جدا جدا وسهلة وسريعة وكل حاجة. طلعت ليمونة وزيتونة، وعاوزة اقولك ان انا اللي كلت منهم زيتونة ومحدش كان منهم تاني لان الولاد لسه صغيرين وكده. وبس كان الفيديو بتاعي خلص، وربنا يحسن من بين ايديكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ولكن بالمثل كل حاجة بتعمليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.